فيلمنا بيبدأ في ألاسكا سنة 1979، وبنشوف واحد اسمه كارل الحطاب بيخلص شغله ورايح يسهر مع أصحابه، وبيسوق عربيته هو وأصحابه. لكن فجأة الراديو بيشتغل لوحده، وبيشوف عربية صاحبه وهي بتترفع في الهواء وبتترمي بعدها على عربيته. بيروح كارل بعدها عشان يطمن على صاحبه، لكن بيلاقي قدامه سفينة فضائية، فبيطلع كارل يجري وبيحاول إنه يهرب. لكن للأسف كارل ما بيكونش سريع كفاية، والسفينة الفضائية مسكته وخدته معاها في الوقت الحاضر. وبنشوف إسحاق راكب العجلة بتاعته ورايح بيها المختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا، وده لأنه كان بيتدرب هناك. وأول ما بيدخل بيسلم على أصحابه وبيطلع جري على الكمبيوتر، وبيحاول إنه يفك شفرة رسالة صوتية غريبة جات له من كندا، وبيستغرب جدا لأن المكان اللي الرسالة اتبعتت منه ما فيهوش أقمار صناعية. ولما ما بيلاقيش تفسير منطقي للرسالة دي بيروح عشان يخلص الشغل اللي وراه. بعدها في نص الليل إسحاق بيجيله رسالة على الكمبيوتر بتاعه، وأول ما بيفتحها بيلاقي إن الرسالة دي جاية له من مصدر مجهول، واللي أغرب من كده إنها بدون محتوى. وتاني يوم الصبح بنشوف إسحاق وهو قاعد في جلسة علاج، والدكتورة بتاعته بتقوله إنه بدأ يتحسن جسديا، بس سألته عن حالته النفسية ونصحته يسجل مذكراته في فيديوهات كل يوم. وفعلا إسحاق بيعمل كده، وما بيكونش عارف يقول إيه في الفيديوهات دي، بس بيعمل زي ما الدكتورة قالت له. وفي يوم من الأيام وهو بيسجل فيديوهاته في حاجة بتقع من السماء، وبيروح إسحاق بسرعة عشان يستكشف الحاجة دي، لكن بيلاحظ إن الجيش والشرطة وصلوا لمكان الحادثة، فبيستخبى بسرعة وبيروح للمكان اللي وقعت فيه الحاجة الغريبة دي عن طريق الغابة عشان محدش يقدر يشوفه. وأول ما بيقرب من المكان ده بيتأكد إن الجسم اللي وقع من السماء عبارة عن سفينة فضاء، وبيصورها بالكاميرا بتاعته. وأول ما بيتلفت وراه عشان يمشي بيتفاجئ إن في كائن فضائي واقف بيبص عليه، فبيرفع الكاميرا بتاعته بسرعة وبيصور الكائن الفضائي ده. وساعتها الكائن الفضائي بيمشي، بس إسحاق بيمشي وراه عشان يصوره. وبعدها بثواني وبدون أي أسباب إسحاق بيغمى عليه، وبيفوق إسحاق بعد 3 أيام في مكان مجهول في كاليفورنيا، وما بيكونش عارف إيه اللي حصل له وهو ماشي ورا الكائن الفضائي. بس لحسن حظه الكاميرا بتاعته كانت موجودة جنبه، فبيمسكها بسرعة وبيبص فيها وبيفتكر إيه اللي حصل. وفي اللحظة دي بيحس بإحساس غريب في دراعه، وبيروح بعدها للبيت. وأول ما بيوصل لبيته بيفضل يفكر في الأحداث اللي حصلت له الأيام اللي فاتت. وفجأة بدون أي مقدمات التلفزيون بتاعه بيختفي من قدامه، وزي ما التلفزيون اختفى فجأة بيظهر تاني فجأة، وده بيزود ارتباك إسحاق أكتر. بيحاول بعدها إنه يخفي الكاميرا بتاعته، وفعلا بينجح في ده، وبيرجع الكاميرا بعدها من تاني، وبيروح بعدها سريره عشان ينام. لكنه ما بيعرفش ينام بسبب ان عقله مشغول جدا. تاني يوم بيروح للدكتور عشان يكشف، بس الدكتور قال له انت ما عندكش حاجه. ولما بيشوف نتيجه الاشعه بيلاحظ حاجه غريبه جدا، بيلاقي ان في دراعه كسر مثالي. بيكمل الدكتور كلامه وبيقول لاسحاق ان الكسر المثالي ده مستحيل يحصل في عالم الطب، وبيوري لاسحاق الفرق ما بين الكسر المثالي والكسر العادي. الدكتور بيكون مستغرب جدا لانه مش شايف اي علامات جراحيه او خدوش او جروح. وقتها بيقول له انه هيراجع نتيجه الاشعه بتاعته من تاني. وتاني يوم بيرجع اسحاق للشغل بتاعه. وقتها بيطلب من صاحبه باك انهم يتكلموا لوحدهم. واول ما بيبقوا لوحدهم اسحاق بيحط قدامه كوبايه ميه وبيحاول انه يخفيها بعقله، وفعلا بيخفي الكوبايه. لكن باك تعابير وشه ما بتتغيرش، وهنا بنفهم ان الكوبايه ما اختفتش من قدام باك، اختفت من قدام اسحاق بس. ساعتها اسحاق بيوريله الفيديوهات اللي صورها على الكاميرا بتاعته، واول ما باك بيشوفها ما بيصدقهاش، وبيقول لاسحاق انه اختفى 3 ايام مش يوم واحد بس. وده بيزود ارتباك اسحاق اكتر. واول ما بيروح للبيت بيرفع الفيديوهات اللي صورها على موقع العلوم والفضاء، والفيديو بيجيب مشاهدات بارقام فلكيه. اول ما بيرفعه بيصحى اسحاق تاني يوم على مكالمه من قناه فضائيه بيطلبوا منه انه يجي برنامج تلفزيوني عشان يشرح فيه قصه الفيديوهات دي. بيدخل اسحاق على النت، وبعدها بيشوف ان الفيديو بتاعه جاب ملايين المشاهدات. ومش بس كده، ده بيلاقي ان صندوق الرسائل بتاعه مليان رسائل من ناس كتير والاف التعليقات على الفيديو، والتعليقات معظمها بيشكك في حقيقه الفيديو وبيقولوا ان ده فيديو مزيف. بعدها اسحاق بيروح فعلا للبرنامج وبيحكي القصه بتاعته مع الكائن الفضائي، وساعتها بترد عليه المذيع يعني انت كنت في المكان المحدد اللي هتقع فيه السفينه وفي وقت وقوعها بالظبط، وكان معاك كاميرا فيديو تصور بيها اللي حصل. انت مش شايف ان الصدف دي عمرها ما تتجمع مع بعض الا اذا كنت مفبرك القصه دي كلها؟ وقبل ما اسحاق يرد على الكلام اللي المذيعه بتقوله، المذيعه بتنهي البرنامج بسرعه وما بتديهوش فرصه للرد. وبعد اللقاء التلفزيوني ده الموضوع وسع اكتر، وبدا اليوتيوبرز والبلوجرز يتكلموا عن الفيديو ده بشكل اوسع، ومعظمهم كان بيقول عليه انه فيديو مزيف. الكلام على اسحاق ابتدى يكتر، وبيلاقي ان في دايما صحافه ماشيه وراه في اي مكان بيروح، وكلهم بيحاولوا ياخدوا منه اي معلومه او تفصيله جديده عن قصته مع الفضائيين. واول ما اسحاق بيحس ان محدش مصدقه بيبدا يدور على النت على قصص مشابهه لقصته، وبيلاقي ان في حد بيحكي عن قصه شبه قصته بالظبط، وبيدخل يبعت رساله بسرعه لصاحب القصه دي انه يقابله في مطعم معين. بيشك اسحاق بعدها في اللي شافه، وما بيكونش عارف ساعتها اللي شافه ده حقيقه ولا خيال. وبيفوق بعدها من تركيزه على صوت الجرسونه. وبعد شويه بتوصل ساره للمطعم، وبنعرف انها صاحبه القصه اللي هو لقاها على الانترنت. وقتها بيوريها اسحاق الفيديوهات اللي صورها، وبتتاكد ساره من النظريه بتاعتها ان الفضائيين عايشين حوالينا من زمان بس مخفيين عن مجال نظرنا. وبعدها سالته لو سمع قبل كده عن الحادثه اللي حصلت سنه 1979، لكن اسحاق بيقول انه ما سمعش حاجه عنها، وبيسالها عن تفاصيل الحادثه دي. بترد ساره عليه
ان تفاصيل القصه مش كامله، لكن القصه بتقول ان الفضائيين خطفوا واحد في الاسكا من قدام اصحابه، واول ما صاحبه اتحط على جهاز كشف الكذب الجهاز قال انه صادق في القصه اللي بيحكيها، والراجل ده اختفى بعدها. بينهي الاتنين كلامهم وبيديها اسحاق رقمه عشان يتواصلوا مع بعض لو في حاجه جديده حصلت. وبالليل ساره بتكلمه وبتحكي له عن كارل اللي الفضائيين خطفوه في الاسكا. وقتها اسحاق بيدور على اسم كارل على الانترنت لكن ما بيلاقيش حاجه عنه، فبيطلب صوره من النسخه اللي معاها من المقال. وبالصدفه بيلاقي اسحاق في برنامج تلفزيوني بيتكلم عن الفيديوهات بتاعته، بيقول ان فيديوهاته مزيفه. فبيقرر اسحاق انه يبعت لهم شويه من شرايط فيديوهاته للبرنامج ده عشان يثبت انها حقيقيه. وفعلا بياخد شويه من الشرايط وبينزل عشان يحطهم في صندوق البريد، بس الشرايط بتقع منه على الارض. وبيجي بعدها راجل غريب عشان يساعده. الراجل بيتعرف عليه على انه صاحب فيديو الفضائيين، وبيقول للراجل الغريب ان عنده مدونه وعايز ينشر قصته على المدونه بتاعته، لكنه عايز يعرف القصه الحقيقيه مش المزيفه. واداله بعدها الكارت بتاعه ومشي. واول ما اسحاق بيرجع للبيت بيفكر في العرض بتاع الراجل ده، وبيروح للراجل فعلا عشان يتعاون معاه. واول ما بيروح له اسحاق الراجل الغريب بيقول له ان قصتك لو ربطناها بتسجيل لجهاز كشف الكذب الناس مش هيكون قدامهم حل تاني غير انهم يصدقوا. وبيعمل اسحاق الاختبار فعلا وبيطلع انه ما بيكدبش. وفجاه بيجي رجاله لابسين اسود وبيقبضوا عليه، واسحاق بيحاول انه يهرب منهم، لكن الرجاله اللي لابسين اسود بيصعقوه بالمسدس وبينقلوه بعدها المنشاه، وبيخطفوا ساره هي كمان. وبعدها بيظهر العميل جراف في التلفزيون اللي قدام اسحاق وبيقول له انهم هيعملوا عليه شويه اختبارات. وبتبدا الاختبارات فعلا، لكن اسحاق مش بيركز فيها وبيسال عن المكان اللي هم حابسينه فيه وفين مكان ساره. بس جراف بيطلب منه انه يركز في الاختبارات اللي في النهايه ما بتطلعش باي نتيجه. وفي الوقت ده بيساله عن كارل وبيقول له ايه اللي يعرفه عنه. وقتها اسحاق بيقول انه ما يعرفش اي حاجه عنه. ساعتها جراف بيمشي من الاوضه. اسحاق بيضرب الحراس الاليين وبيجري بسرعه، وبيروح بعدها لساره وبياخدها وبيهرب. بيجري وراهم الحراس الاليين وبيضربوا عليهم نار، وبياخد اسحاق واحد من مسدسات الاليين. وفي اخر الممر بيلاقي انهم وصلوا الباب مقفول. ساعتها بيستخدم اسحاق قدراته الذهنيه وبينجح في انه يفتح الباب ويهرب. واول ما بيخرجوا من الباب بيكتشفوا انهم موجودين في كوستاريكا. في نفس الوقت بيطلب جراف من رجالته انهم يمشوا ورا الاثنين عشان اكيد عارفين مكان كارل. بيوصل بعدها اسحاق وساره الكافيه وبيقرروا انهم يدوروا على كارل. فبيسالوا البنت اللي شغاله في الكافيه عن مكان اي كمبيوتر يقدروا يستخدموه، وساعتها بتقول لهم يدوروا على واحد اسمه زد وبتقول لهم العنوان بتاعه. وبيمشوا من الكافيه فعلا عشان يروحوا له. جراف بيقلب الدنيا كلها على مكانهم، وبعد رحله طويله بينجحوا هما الاثنين انهم يوصلوا لزد. بيلاقوا انه قاعد على اللابتوب بتاعه، واول ما بيشوفهم بيسالهم هما مين وعايزين ايه. ولما بيحكوا له كل حاجه بيقول لهم انه مش هيقدر يساعدهم لان كلامهم كله كذب، لكن بيتاكد من كلامهم لما بيشوف الحراس بيجروا وراهم. وبيقول لهم انهم لازم يمشوا من هنا. بينجحوا كلهم في انهم يهربوا في الوقت المناسب، وبيوصلوا كلهم لبيت الشجره بتاع زد. وهناك ساره بتتكلم مع اسحاق وبتقوله انها عارفه كل حاجه عنه من قبل ما تقابله بسبب القنوات الاخباريه اللي كانت بتتكلم عنه. وبتحكي له برضه عن قصه الخطف بتاعتها. وفي اللحظه دي الاتنين بيكتشفوا ان في روابط كتير بينهم. الاتنين بيروحوا بعدها لزد عشان يشوفوا هو وصل لفين. وبيفتكر اسحاق المعلومات اللي سمعها عن كولومبيا، وفعلا بيدور على الاحداثيات دي وبيكتشفوا انها احداثيات لكوخ في وسط الغابه في كولومبيا. بيقدر زد انه يتصل على كارل، واول ما كارل بيرد على الاتصال بينادي عليه اسحاق باسمه. كارل بيخاف وبيقفل المكالمه بسرعه. ساعتها زد بيهكر الاتصال حتى بدون ما كارل يرد. واول ما الاتصال بيتفتح بيتكلم اسحاق بسرعه وبيشرح له كل اللي حصل معاه، لانه كان خايف ان كارل يقطع الاتصال زي المره اللي فاتت. بعد ما بيخلص اسحاق الحكايه بتاعته كارل بيقوله انا محتاج معلومات معينه من وكاله ناسا. وقتها بيتدخل زد وبيهكر نظام ناسا عشان يجيب المعلومات لكارل. وفعلا كارل بيحلل المعلومات دي وبيترجمها وبيقول لها ان الفضائيين هيرجعوا من تاني كولومبيا خلال 5 ايام. وبيقول لهم كارل ياخدوا بالهم ان محدش مراقبهم وبيقفل بعدها. في اللحظه دي بيقرر اسحاق انه يروح كولومبيا، لكن ساره بتكون متردده واسحاق بيقنعها انها تروح معاه. وزد بيقول لهم انه هيروح معاهم، وبما ان زد عايش في المنطقه بقاله فتره طويله فهو هيقدر يخرجهم من المنطقه من غير ما جراف يعرف مكانهم. جراف كان عارف انهم رايحين على كندا، عشان كده كلم زمايله العملاء بتوع كندا عشان يساعدوه في القبض عليهم. وبنشوف بعدها اسحاق واصحابه راكبين للقطر اللي رايح لكندا، وزد قاعد على الكمبيوتر بتاعه وبيكتشف ان في رادار في المنطقه عنده خاصيه التتبع، وبيعرف ان العملاء جايين عشانهم. وفعلا بيدخل 2 آليين للقطر بعدها بلحظات وبيبداوا يدوروا على اسحاق واصحابه. بس ال3 بيتصرفوا بذكاء مع الآليين وبيلبسوا اقنعه على وشهم عشان يشتتوهم وما يقدروش يتعرفوا على وشهم. وفعلا الخطه نجحت مع الروبوت الاولاني، بس الروبوت التاني قدر يتعرف على اسحاق وبدا يضرب عليه النار. وبينجح اسحاق انه يهرب منهم، وبيتعاونوا هما ال3 وبيقدروا يرموا روبوتات من القطر، وبيوصلوا هما ال3 لكندا. وهناك بيمشوا ورا الاحداثيات اللي كارل بعتها لهم، وبيقدروا اخيرا يوصلوا للبيت بتاعه اللي في الغابه. بس ال3 بيتفاجئوا لما بيلاقوا كارل داخل عليهم ببندقيه، وكل اللي على لسانه وقفوا اجهزه التتبع بتاعتكم. اسحاق واللي معاه ما بيكونوش فاهمين هو قصده ايه، وبيجيب جهاز وبيوقف اجهزه التتبع بنفسه. واول ما بيدخلوا البيت كارل بيشرح لهم البيانات اللي هم نقلوها
بيقولوها من ناسا، وبيقول لهم ان ترجمه الكلام ده عباره عن رد الفضائيين على الرسائل اللي فضلت ابعتها لهم لسنين، واخيرا واحده منهم نجحت انها توصل لهم. وبعدها اسحاق بيسالوا عن اللي حصل له في الاسكا، وبيحكي له كارل القصه بتاعته، وكانت شبيهه جدا بقصتهم هما الاثنين. في نفس الوقت جراف بيحضر فريق من العملاء، وبيروحوا لاخر مكان لقطوا فيه اشارتهم قبل ما كارل يعطلها. بنشوف بعدها اسحاق وساره قاعدين مع بعض، وساره بتساله عن الطريقه اللي فتح بيها الباب وهما بيهربوا من جراف، لكن اسحاق بيقول لها انه مش عارف عمل كده ازاي، وبيشك ان دي قدره جديده الفضائيين ادوها له لما خطفوه. وبعدين بيروحوا لبيت كارل، واول ما بيدخلوا كارل بيتكلم مع اسحاق، وبيقول له انهم محتاجين خطه يتعاملوا بيها مع الفضائيين لما يجوا، لانهم مش ضامنين نيتهم ولا رد فعلهم. وبتتهز بعدها الارض بقوه، وفي اللحظه دي في قوه غريبه بتسيطر على اسحاق، وبيبتدي يجري لوحده في الغابه لحد ما بيروح لمكان الكائن الفضائي. وبيروح الكائن الفضائي بعدها لبيت كارل، وبيتكلم معاهم عن طريق جهاز ترجمه اخترعه كارل. وبيقول لهم الفضائي احنا درسنا كتير في علم الكون، بس ناقصنا شويه حاجات مش قادرين نفهمها، وعلى راس الحاجات دي اصل الكون، وعشان كده انا جيت هنا عشان ادور على الاجابات دي. وبعدها بيحط الفضائي ايده على راس اسحاق، وفي اللحظه دي بيشوف اسحاق رؤيه، وبيساله الفضائي مين الراجل اللي انت شايفه في الرؤيه. وقتها اسحاق بيساله انت بتسال على الراجل ده ليه، وبيرد عليه الفضائي لان الراجل ده في بينه وبين خالق الكون صله كبيره، وبنعرف ان الراجل اللي في الرؤيه هو المسيح. في اللحظه دي بتتكلم ساره، وبتقول له احنا ليه دراعاتنا بتوجعنا. بيحط الفضائي صور على دراعها، وبيبين لها ان الكسر المثالي اللي في ايديها جواه جهاز تتبع، وبيستخرجه من ايديها، وبيمسك دراع اسحاق عشان يستخرج منه جهاز هو كمان. بس قبل ما يستخرج الفضائي جهاز التتبع بيوصل لعميل جراف هو ورجالته قدام البيت، وبيطلع لهم كارل بالبندقيه بتاعته عشان يحاربهم. بس بيتفاجئ لما بيلاقي جراف بيساله عن والده روبرت، وبنفهم ان روبرت والد جراف كان صاحب كارل اللي الفضائيين سحبوا عربيته في اول الفيلم. وبيتكلم كارل وبيقول انه ما يعرفش حاجه عن والده، بس جراف ما بيصدقش كلامه، وبيأمر رجالته انهم يضربوا نار على كارل. وفعلا بيتصاب كارل وبيقع على الارض، وبتجري عليه ساره اول ما بتسمع ضرب النار. وفي اللحظه دي بيستخرج الفضائي جهاز التتبع من ايد اسحاق، وبيقول انه عنده قدرات خارقه كتير، وانه لو عايز يعيش هو واصحابه لازم يركز ويستخدم القدرات دي. وفعلا بيستخدم اسحاق قدراته، وبيبطئ الزمن، وبيدخل على العملاء وهم بيضربوا نار في كل حته، وبياخد ساره من قدامهم قبل ما يقتلوها، وبيختفي بعدها، وبيرجع من تاني لزيد وكارل، وبياخدهم هما الاثنين لبعد تاني. اول ما الزمن بيرجع لمساره الطبيعي جراف بيستغرب جدا لان اصحابه اختفوا من قدامه في لمح البصر. وفي اللحظه دي بيلمح السفينه الفضائيه وهي ماشيه من قدامه. وبعد 6 شهور بنشوف ان اسحاق وساره حبوا بعض وعايشين مبسوطين جدا، وزيد وكارل بقوا اصحاب جدا. والعميل جراف اتطرد من شغله بسبب نشاطاته المشبوهه. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. الفيلم ده كتبه وقدمه ليكم وانا ابراهيم، مونتاج محمد ابراهيم. مع السلامه.